في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حتى منتصف التسعينات استجلبت تركيا عشرات الآلاف من التركمان، تركمان العراق، وقامت بتأهيلهم ومنحهم وإخضاعهم دورات أمنية، دورات عسكرية، دورات تثقيفية، دورات سياسية. البعض منهم أعادتهم إلى وقسم يعني وازن وكبير، أعادتهم تركيا إلى العراق وشكلت لهم كيانات عسكرية وكيانات سياسية، منها الجبهة التركمانية التي تأسست في في ال95، وأيضا أسست أحزاب تركمانية حتى في شمال قبرص، في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا في جزيرة قبرص اليونانية. قسم آخر، لأنه حتى تلك الفترة ما كانت لتركيا تلك الأسلحة الإعلامية آه، اللي بيحاولوا يدافعوا عن الموقف التركي وعن المصالح التركية في الإعلام العربي. كان في حسني محلي وهو سوري، وإذا كان لهلا عايش الله يطول في عمره، لكن حسني محلي يعني كان يمسك العصا من المنتصف، يعني كان مراسل البي بي سي في أنقرة. أنا بحكي إذاعة البي بي سي في أنقرة. وبعد ذلك مين أتى بعض يعني الصحفيين اللي بيشتغلوا في قناة الجزيرة وفي تركيا، صاروا يدافعون عن الخطاب، يتبنون الخطاب التركي، السردية التركية فيما يتعلق حتى قبل مجيء أردوغان للسلطة. مهم تركمان العراق قسم منهم وظفتهم في المؤسسة الأمنية كمترجمين في الجيش والأمن والبوليس. وقسم منهم وظفتهم في البلديات وأعطتهم مناصب أو امتيازات، ومنحتهم الجنسية طبعا. يعني توزع تركمان العراق على مؤسسات الدولة ووزارات الدولة، لكن آه، صار في نوع من الجسر المعنوي والثقافي والأيديولوجي والعقائدي ما بين تركمان العراق والموجودين في العراق، في كركوك وتسخرماتو و يعني في المناطق المتنازع عليها ما بين أربيل وبغداد، والتركمان الموجودين في مؤسسات الدولة ومؤسسات إعلامية. حتى كان في شخصية إعلامية تظهر دائما على شاشة التلفزة، مدير وكالة جيهان الأنباء، ووكالة جيهان الأنباء كانت تابعة لجماعة فتح الله جولان. شخصية تركمانية معروفة، أنا نسيت اسمه، يظهر على البي بي سي، يظهر على الجزيرة نسيت اسمه. بياتلي ما عاد أتذكر شو بياتلي يعني. ف هل الشخصيات التركمانية العراقية، والذي تتذكرون ربما سنة 99 حلقة مشهورة في الاتجاه المعاكس، كان الراحل آه، عادل اليزيدي، وفي الطرف الآخر شخص يمثل وجهة النظر التركية كان من تركمان العراق، كمال بياطلي. أنا تذكرت كمال بياطلي، إذا بتعملوا سيرش عنه آه، هو من تركمان العراق. لحظة أظهر لكم صورته.
هذا كان كمال بياطلي الصحفي التركماني الذي تجنس أو جنسته الدولة التركية، وصار مسؤول يعني في وكالة جيهان عندما كان هنالك تحالف وائتلاف خفي بين جماعة فتح الله جولان وحزب العدالة والتنمية، وهو من تركمان العراق. صار يدافع عن السياسة التركية والمصالح التركية. بعض يعني على قنوات التلفزة العربية بعد أن استجلبته تركيا من العراق إلى تركيا، وقامت بتدريبه وتصديره بوصفه محللا وصحفيا. وبعد حدوث المشكل ومحاولة الانقلاب الفاشلة على نظام رجب طيب أردوغان، انقلاب جماعة فتح الله جولان، أعتقد أنه أعتقد يعني غادر تركيا، لأنه كان يعمل في وكالة جيهان التابعة لجماعة، أو مدير وكالة جيهان التابعة لجماعة فتح الله جولان الإسلامية. مقصدي من هذا الكلام، استثمرت تركيا في تركمان العراق ضد الكرد، ضد كرد العراق. وأغلب التركمان المتطرفين يتبعون لحزب الحركة القومية المتطرف الذي يرأسه حاليا دولة باقشالي. عندما تأسست الجبهة التركمانية في 98 كان يرأس هذا الحزب الجنرال المتقاعد الباسلان تركيش، وهو يعني من الذين شاركوا في انقلاب 1960 ضد عدنان مندرس رئيس الوزراء التركي الأسبق، الذي أعدم شنقا بتهمة مناهضة الأتاتوركية. وشعار أو اللوجو اللي بترفعه الجبهة التركمانية وهو شعار الذئب الأخضر، هو نفسه شعار حزب الحركة القومية المتطرف اللي يرأسه دولة باقشالي. إذن تركيا استثمرت في تركمان العراق، وجعلت منهم صحفيين وإعلاميين وسياسيين ومسؤولين وقادة ويدافعون عن المصالح التركية. وفي حقبة الحكومات العلمانية، مش الحكومة الإسلامية، الآن أيضا استثمرت تركيا في تركمان سوريا. ولنتعرف على بعض الوجوه التركمانية الجميلة. طبعا أنا مع احترامي الشديد للتركمان في تركمانستان، للتركمان في تركيا، للتركمان في سوريا، وللتركمان في العراق. يعني أنا أنتقد الاستثمار التركي السياسي، الاستغلال السياسي التركي لتركمان هذه البلدان لصالح تركيا وضد مصالح البلدان التي يعيش فيها التركمان، سواء في العراق أو في سوريا. هذا التجيش القومجي والكراهية ضد الكرد من قبل تركمان سواء في سوريا أو العراق، تتحمل مسؤوليته أنقرة، تتحمل مسؤوليته تركيا على زمن الحكومات السابقة وعلى زمن حكومة حزب العدالة والتنمية وحكومة دولة باقشالي. الجميع يعرف هذه الشخصية التي تجعجع وتبعبع وتصرخ وتشتم وتهدد بالقتل، ويعني هذا الكائن يشبه أي شيء، ويتجاوز في كراهيته للكرد كراهية دولة باقشالي. يعني الآن إذا وضعتم بكر أتاجان ودولة باقشالي في نفس الميزان، هو يتجاوز في كراهيته للكرد الكراهية الموجودة عند دولة باقشالي، زعيم حزب الحركة القومية المتطرف
التركي. بكر أتجن يعني هل بالفعل هو من مواليد تركيا؟ لا، هو أيضا من تركمان سوريا، هرب مطلع الثمانينات، أو هكذا قيل إنه هرب مطلع الثمانينات إلى 81 82 في تلك الفترة إلى تركيا، واستقر هناك وصار تركي، وصار يدافع عن المصالح التركية أكثر من الأتراك. وهو عضو في يعني بداياته كانت ضمن الأحزاب القومية التركية، وبعدين حزب الحركة القومية تعرض لانشقاقات. بعض الأجنحة من هذا الحزب انتسبت للعدالة والتنمية. يعني حزب العدالة والتنمية مش بس حزب إسلامي، هو حزب قومي إسلامي. ومش بس يعني القوميين موجودين في الشريك في الحزب الحركة القومية يعني ضمن الائتلاف، لا، القوميين الأتراك من حزب الحركة القومية موجودين حتى ضمن الجسم السياسي لحزب العدالة والتنمية. المنشقين عن حزب الحركة القومية انتسبوا إلى حزب العدالة والتنمية. الآن بكر أتاجان موجود في حزب أردوغان، وهو قال في منتصف شهر تموز 21 لما كان في مشاكل وردود أفعال آه، إرهابية وقومية وعنصرية ضد السوريين، على يعني منصة تلفزيون سوريا المعارض، بكر أتاجان قال أنه على السوريين السوري أن يبتسم للتركي شو ما ساوى التركي، لازم السوري يبتسم لأنه السوري ضيف. السوري ضيف. طيب إذا تعامل الألماني بعنصرية مع السوري، لا، لازم السوري ما يسكت. طبعا وفق منطق بكر أتاجان لا، لازم يرد. هنيك بألمانيا مش ضيف، ويرد شو ما بده، ايده ما بتعطي. طبعا هذا الكلام مش صحيح. يعني من حق السوريين ان يردوا على التركي اذا كان التركي العنصري، وعلى الالماني العنصري، وعلى البلجيكي العنصري، وعلى اي شخص عنصري، وعلى السوري كمان ان يرد على السوري العنصري. لانه العنصريه والكراهيه ما فيها خيار وفقوس، لازم الرد يكون أخلاقي وقانوني وواضح وصريح ومباشر، مش يبتسم في وجه التركي إذا تعامل التركي بعنصرية وبإرهاب وفي فاشية مع السوري، لأنه ضيف. هذا كان كلام بكر أتجان على شاشة قناة أو تلفزيون سوريا المعارض، إمتى؟ في 2021. هذا بكر أتاجان كمان نموذج من التركمان السوريين الذين جرى حقنهم بالكثير من الفاشية، بالكثير من العنصرية ضد كل من ينتقد تركيا، كل من يسجل ملاحظة على أداء الحكومة التركية سواء في تركيا أو في سوريا. نموذج من التركماني المتطرف الملكي أكثر من الملك، يعني كما ذكرت، يعني وأكثر تطرفا من دولة باختشالي فيما يتعلق بالدفاع عن. طبعا هذه ليست وطنية، هذه ليست وطنية في إنه يكون مخلص لتركيا وكذا، مش هيك يعني. إذا الموضوع على نمط بكر أتجن، كل السوريين الذين خدمتهم ألمانيا ينبغي أن ينتسبوا للحزب النازي أو للحزب القومي المتطرف، الحزب البديل أو في ألمانيا، لأن ألمانيا خدمتهم. مش صحيح. سلوك بكر أتاجان يبرر استماتة شبيحة الأسد في الدفاع عن نظام الأسد، لأنه نظام الأسد خدمهم. ويبرر سلوك الآن
يعني هؤلاء الذين يستميتون في الدفاع عن حكومة أحمد الشرع، لأنه يمنون النفس أن حكومة أحمد الشرع تخدمهم. يعني هؤلاء اللقاليق واللغاليغ اللي بنشوفهم في مليانين السوشيال ميديا. هذا هو بكر أطاجان، للذي يعرف عنه أنه فقط محلل سياسي أو صحفي تركي، وما بيعرف الأمور الثانية. يعني بكر أتاجان كيف صار بكر أتاجان؟ مثل ما يعني كمال بياتلي وكمال ثاني كمان كان كونيتو أوزجان. أعتقد كمال أوزجان الذي ظهر في البرنامج الاتجاه المعاكس خصما لعادل اليزيدي. هذا أنا ذكرت النموذج الأول من تركمان سوريا، لنذهب إلى نموذج آخر لربما يعني يكون في شيء أحسن من بكر عطجان. هذا كمان معروف، يعني السياسي المخضرم الكبير العمدة عبد الرحمن مصطفى. هذا كان، واعتقد ربما يعني ما زال رئيس الحكومة المؤقتة او حكومة الانقاذ التابعة للائتلاف. نفس القصة، يعني تركي اكثر من الاتراك، وعلى اساس هو سياسي سوري ومعارض سوري. هذا ايضا تم إعادة تدويره بحيث يخدم المصالح التركية، المخابرات التركية. والمخابرات التركية يهمها مصالح الدولة، مصالح تركيا، مش مصالح الأحزاب. صحيح الآن حزب العدالة والتنمية متنفذ ومسيطر على المخابرات والجيش بشكل كبير، لكن هنالك أولويات، هنالك مؤسسة تهتم بمصالح الدولة التركية أكثر من اهتمامها لمصلحة الحكومة أو الرئيس الموجود حاليا. عبد القادر أو عبد الرحمن مصطفى هو أيضا نموذج آخر من التركمان الذين تحولوا أو يصار إلى استثمارهم لخدمة مصالح تركيا ولخدمة احتلال تركيا واستمرار تركيا في التمدد سياسيا وعسكريا داخل سوريا. بعد سقوط نظام بشار الأسد، مجموعة من القيادات التركمانية زارت مين؟ زارت زعيمها الروحي دولة باقشلي. هؤلاء يعني يعني الوجوه والصور تفصح عن الأسماء. من بينهم يعني أبو عمشة للقيادة وللريادة وللسيادة، ومن هالخرافات. يعني شخص، يعني نماذج أنا ما بعرف. أعتقد أنه الشعب التركماني في سوريا فيه من النخب
مثلا هنالك عبد الله التركماني. وكمان من القيادات العسكرية البارزة على زمن حافظ الأسد وقائد الأركان العامة لسنوات، حسن تركماني. وبكل تأكيد هنالك أدباء، هنالك مثقفين، هنالك سياسيين بإمكان تركيا أن تستقطبهم في حال كان لديهم الاستعداد للاستثمار والاستقطاب. يعني هدلون الموجودين اللي بيتصدروا المشهد، سامحوني، يعني هم يعني حثالة البشر. مش معقول يعني الاستخبارات التركية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تحط عينها على شيء شخص محترم، على شيء شخص ممكن أن يقال أنه والله أنه ممكن مجالسته والحديث معه الحديث في الأمور السياسية، في الأمور الإنسانية، في الكثير من القضايا. مثلا خالد خوجة، أنا جلست مع خالد خوجة وحكينا في الدوحة، وأحيانا يعني على قناة الجزيرة أنا كنت أمثل وجهة النظر الكردية وهو يمثل وجهة النظر التركية أو وجهة نظر الائتلاف، واختلفنا. لكن خالد خوجة شخصية محترمة، شخصية يعني الواحد يستفيد من خلال الأخذ والعطاء معه. أنا لا أعلم إذا كان هو تركماني أم لا، لكن أعتقد أنه أصوله تركية، يعني ينحدر من أصول دمشقية تركية، عوائل تركية عاشت في دمشق، أو والدته كانت تركية أو تركمانية، في هيك شيء من هذا القبيل. بمعنى خالد خوجة صار عضو في حزب العدالة والتنمية، وبعدين هلا حاليا يمارس الحياة السياسية مع أحمد داود أوغلو. شخصية محترمة، شخصية واحد يعني بس أبو عمشة الواحد يخجل منه. شو اسمه هذا، فهيم العيسى، بهيم العيسى، واحد بيخجل منهم. مين كمان بتكون سيف فولاد وما بعرف مين، هتلوني يعني يعني سماهم في وجوههم، شخصيات هيك الواحد بيطلع فيهم. يعني ما بعرف كيف الأتراك بيشوفوا انه هؤلاء آه، يمكن ان يكونوا احصنة طروادة للمصالح التركية داخل سوريا. نقول كل شيء واحد هيك عليه القيمة من بين التركمان، ستجدون، لكن الاتراك خياراتهم، بيجيبوا بشر حثالة وبيعملوهم قادة عسكريين وقادة سياسيين وقادة ميدانيين. هذا شيء كارثي. يعني شوفوا شو كاتب هذا نعيم عيسى اللي صار معاون وزير الدفاع مرهف أبو قصرة. شوفوا، ادخلوا على صفحة نعيم عيسى وتحروا حساب نعيم عيسى في منصة إكس، وشوفوا كم مرة كتب باللغة العربية. فيهنئ الدول الناطقة بالتركية ويمني النفس أنه سوريا بعد إسقاط نظام الأسد ستصبح جزءا من هذه المجموعة، وأن سوريا ستتكلم باللغة التركية. طبعا هذه السلوكيات، هذه الولاءات من هذه المجموعة التي تنتمي إلى المكون التركماني،
طبعا أنا مع حقوق الشعب التركماني، ومع الاعتراف الدستوري بحقوق التركمان، ومع كل يعني ما يتعلق بحقوق الإنسان، بالهوية الثقافية، بالهوية القومية. أي شيء يستحقه التركمان وفق المعايير الدولية، وفق الكتلة البشرية، أنا مع هذه الحقوق مشان ما حدا يزايد علي. الآن الموجودين في دمشق، ما الذي يجبر أحمد الشرع أنه واحد مثل أبو عمشة يعني يصير قائد الفرقة الفلانية، واحد مثل بهيم عيسى، نعيم عيسى، جحيم عيسى، هذا كمان يصير معاون وزير الدفاع. مين كمان بتكون؟ سيف بولات، هذا كمان تبع الحمزات وتبع ما بعرف مين، يعني مجموعة والأتراك كتروا من المجموعات التركمانية، الحمزات وال والعمشات والما بعرف مين، مجموعة، لأنه كانوا بيأمنوا مقاتلين مرتزقة للأتراك للقتال في ليبيا، للقتال في منطقة ناغورنو كاراباخ مع الأذريين ضد الأرمن. يعني آه، ما الذي يجبر أحمد الشرع للقبول بذلك؟ طبعا أحمد الشرع يهادن ومع الأتراك حاليا، وتركيا تتمدد، وتركيا على نية أنه تقيم قواعد عسكرية، يعني أطاحت بالاحتلال مع سقوط نظام الأسد، سقط الاحتلال الإيراني أيضا يعني، لكن تركيا تتمدد. هذا الموضوع يخلق قلقا لدى الإسرائيليين. مراكز البحوث والدراسات والصحافة صارت في إسرائيل تتحدث عن هذا القلق، والإسرائيليين يقصفون. يعني إسرائيل لم تقصف حمص أو المواقع القواعد التركية في حمص، أو ما كان سيصار إلى إقامة قواعد عسكرية تركية عليها، لا، إسرائيل كانت تقصف أنقرة على الأراضي السورية. وبماذا ردت تركيا؟ بالكثير من بالشعارات والزعبرة والهوبرة وبس. في نهاية المطاف يعني تركيا عينها على الجغرافيا السورية، ويمكن يعني أن تصل إلى تسوية مع الإسرائيليين وتساهم في تقسيم سوريا. تركيا أن يكون لها دور فاعل في تقسيم سوريا، جزء ملحق بتركيا أو خاضع 100% للنفوذ التركي، لكن داخل يعني محسوب شكلا على جغرافيا سوريا، ومحسوب إداريا وماليا على تركيا. هذا تقسيم. كل هذه السلوكيات التي تبدر من العمشات والحمزات والبطحات والشلحات والمجازر اللي سووها بالساحل السوري، هذول النشطاء اللي على شاكلة جميل الحسن وموسى العمر، هالمساطر، ولا واحد منهم بيحكي عن السلوك الانفصالي لدى هذه المجموعات التركمانية التابعة، واللي ولاها 100% للتركي. ما هذول مش انفصاليين. بس الكردي إذا طالب بنظام لا مركزي، وهذا انفصالي، هذا فيدرالي انفصالي إسرائيلي أمريكي قسدي قنديلي زئبق بطاحي، مهما بلغت حجم الانتقادات التي يوجهها إلى حزب العمال الكردستاني ويوجهها إلى قسد، إذا قال مثلا أنا بعاني من هاي المسألة يعني، أو مش معاناة يعني،
يعني معروف حجم انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني وزعيم حزب العمال الكردستاني ولي قسد. في أي مناظرة تلفزيونية إذا طرحت فكرة اللامركزية بيقولوا وأنه قسد وانفصال والأكراد، وبيعمموا الأكراد، ما بيخصصوا ما بيحددوا، بيعمموا هيك بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة يلقوا هيك أحكام جزاف وكلام على عوائنه في تخوين الأكراد، وبعينهم عما يشوفوا مستعدين يبرروا تعامل الشرع مع الإسرائيلي، لكن واحد كردي مراهق بيحمل علم إسرائيل بيقيم الدنيا ولا يقعدوها. ما أبدا، بيصيروا فلسطينية أكثر من الفلسطينيين. مين هدول الجماعات اللي تتاجر مثل ما تاجر نظام الأسد بفلسطين وبقضية فلسطين ومعاداة إسرائيل، هم أيضا مستعدين للمتاجرة بهذه المسألة فقط فقط لمناهضة الكرد ومطالب الكرد في سوريا. بالمحصلة، من المؤسف القول أنه الآن تركيا تحكم سوريا، وهذا يعني أقوله وأنا يعني مرتاح. تحكم تركيا لسوريا ولدمشق عن طريق مجموعة من الحجارة، حجارة الشطرنج يعني، من ضمن أحمد الشرع ومجموعته، ومن ضمن المجموعات الأخرى المحسوبة على التركمان أو التي تقدم وتصدر نفسها بأنها تمثل المكون التركماني. وتركيا لها تجربة في هذا الأمر مع تركمان العراق، وقد نجحت إلى حد ما، نجحت يعني في تعطيل المادة 140، في يعني تأخير آه، أو التأثير على النمو السياسي في كردستان العراق، وعارضت الاستفتاء على الاستقلال تركيا. لكن هذا الكلام الآن، بكرة بعد بكرة ماذا سيحدث؟ هذا قول آخر. هل سينجح أبو عمشة والحمزات وسيف بولاد وبهيم عيسى وهل المجموعة هي الحثالي الموالي لتركيا، هل سينجحون في تشكيل أو ما نجحت فيه الجبهة التركمانية على الضفة العراقية، هل سينجحون في سوريا في تمثيل المصالح التركية والامتداد التركي والاحتلال التركي داخل الأراضي السورية والسيطرة التركية على سوريا؟ هذا أيضا سؤال متروك برسم الأيام القادمة. أكتفي بهذا القدر على أمل الحديث في موضوع آخر. دمتم بألف خير.